جت عليا فتره انا ابتديت اخش في موضوع السياسه زياده عن اللزوم. طبعا السياسه حاجه من الاتنين، يا ابيض يا اسود. شلت في برنامج اللي انا كنت عملته قبل كده، شلت وزراء، يعني مش وزراء، شلت محافظين، يعني 2 محافظين اتشالوا قبل كده كانوا بسببي. وكان بقى بيجي لي ملفات وبشتغل على ملفات كبيره. الموضوع دخل في موضوع استقصائي كبير جدا، وكان الموضوع بالنسبه لي فيه وجع دماغ كبير قوي بصراحه. يعني انا مش معرض عقاري، وناس كتيرة جدا بتعمل المعارض العقارية وبتوصل بيهم لدرجة ان هم ممكن يجيبوا افواج بعربيات وميكروباصات علشان خاطر تنزل تعمل ترافيك منظر ليهم وشكرا. ده حقيقي. بس كله بيقول ان انت علاقات مش كفاءة، يعني ترد تقول لهم ايه بقى؟ هو انا اوريدي عمري ما هكون كفاءة، انا مش بتاع عقارات بيع. دي نقطة مهمة. انا اعرف احطك في ترافيك اللي ماشي قدام منك يعرف يشتري منك. بيعجبني جدا دكتور محمد دويني. دويني بيقعد في العربية في 10 دقايق بيقول شوية كلام انا بتبسط جدا ان انا بسمعه. والله العظيم 3 مذيعين موجودين، ده حقيقي بجد انا بقولها والله، مذيعين موجودين في القطاع الاقتصادي ما بيقولوش المعلومات دي. فكرتونا خلصنا؟ لا، احنا لسه في اول الطريق، راجعين بس مش باي حاجه، راجعين بالجديد، والجديد شديد. ده سيزون جديد من بيت كاست، وكالعاده وزي ما انتوا عارفين انتوا صحاب بيت، فما فيش مقدمات وهري كتير، هندخل في الموضوع على طول مع صاحب البيت في اول حلقه من بيت كاست. مش اي ضيف ومش مجرد اسم، هو اسمه ايقونه لما بيظهر في اي مهرجان الناس بتقوم تقف. مش بيعرف يتكلم بس، كمان بيعرف يبيع، بيعرف يلعب في الاتنين، على الارض وعلى الشاشه. اسس كيان اسمه جولدن هاب. ازيك يا طاهر؟ حبيبي، ايه الاخبار؟ اول مره تبقى ضيف. ده حقيقي. فكره ان انا اتحط في اول مره في وضع الاسئله، مش انا اللي بسال. حتى في هارد توكينج بالذات نفسه، الموضوع بالنسبه لي اول مره اعملها بصراحه. ليه اخترت بيت كاست ان انت تطلع فيه بودكاست اول مره؟ لا بص، اول حاجه انت من الناس اللي انا بعزها على المستوى الشخصي، ده حقيقي. حد من الناس اللي في المجال شاطره جدا، في مجالها شاطر جدا، في نفس الوقت كمان كبيت كاست لا، هو انت جايب شخصيات محترمه جدا، بتعمل شغل على ارض الواقع كويس جدا، كبرنامج بودكاست لطيف جدا بيدي معلومات ومحتوى كويس جدا، فده طبيعي يعني، وشرف لينا ان احنا نبقى موجودين. ما تزعلش من الاسئله بقى النهارده. لا يلا بينا، ما عنديش مشكله. انت دخلت السوق العقاري ازاي؟ سوق العقاري ازاي؟ بص يا سيدي، انا هحكي لك كده تفاصيل بسيطه من فتره كبيره قوي. يعني انا كنت بعمل برامج اجتماعيه وبرنامج فيه جزء سياسي شويه، يعني حاجه كده سياسيه يعني. بعد كده ابتديت اتحول. الفتره اللي فاتت جت عليا فتره انا ابتديت اخش في موضوع السياسه زياده عن اللزوم. طبعا السياسه حاجه من الاتنين، يا ابيض يا اسود، ملهاش حل تالت. فقررت ان انا اريح دماغي خالص من الموضوع. ضرب عليك نار صح؟ مش محتاجه خلاص يعني الموضوع ما كانش الطف حاجه. شلت في برنامج اللي انا كنت عملته قبل كده، شلت وزراء، يعني مش وزراء، شلت محافظين، يعني 2 محافظين اتشالوا قبل كده كانوا بسببي. وكان بقى بيجي لي ملفات وبشتغل على ملفات كبيره. الموضوع دخل في موضوع استقصائي كبير جدا، وكان الموضوع بالنسبه لي فيه وجع دماغ كبير قوي بصراحه. يعني اول ما ربنا كرمني واتجوزت بقى وجبت اولاد، فالموضوع بالنسبه لي كان صعب جدا ان انا خلاص اكمل الفيطره اللي انا بفايت بيها في حياتي دي. لا كانت صعبه قوي. قعدت سنه في البيت ريحت دماغي، وبعد كده قررت ان انا اعمل حاجه تانية خالص، اقتصاديه جميله لطيفه. كده انا بتكلم في السياسه والاقتصاد تمام، فقررت ان انا اشتغل العقارات يعني. كل الناس بتقول جولدن هاب جديده. طيب خليني هقول لك على حاجه بسيطه في موضوع جولدن هاب، علشان ناس كتيره كانت بتسال على موضوع جولدن هاب وشكله عامل ازاي، وناس مش فاهماه لحد دلوقتي. اول حاجه فكره جولدن هاب، انا مش معرض عقاري. وناس كتيره جدا بتعمل المعارض العقاريه وبتوصل بيهم لدرجه ان هم ممكن يجيبوا افواج بعربيات وميكروباصات علشان خاطر تنزل تعمل ترافيك منظر ليهم وشكرا. ده حقيقي. انت بتخبط؟ مش بخبط. قصدك مين يعني؟ انا بقولها مش محتاج اقول لك قصدي مين، هو كده مش فكره كده، بس الفكره فكره ان في ناس كتيره بتطلع بمعارض وبعد كده ما يبقاش فيها ليها اسم تاني في السوق. فانا مش معرض عقاري، انا بطبيعتي انا راجل اعلامي بتاع ميديا، بعرف اوصل الجمهور للحاجه اللي انا عايزها. فبعرف اوجهه. بالنسبه لي انت كمعرض عقاري، او انت كمعرض اي اللي بيعمل معارض العقاريه، هو عايز ترافيك، تمام. عايز ناس عايزه تشتري، اللي هي ليد جينيريشن. صح ولا غلط؟ صح. فانا بالنسبه لي لما جيت اعمل حاجه زي كده، انا اخترت مكان فيه ترافيك في العالمين كبير جدا، اعلى ترافيك يعتبر مهرجان العالم عالمين، او المكان اللي انا واخد فيه هناك الجولدن هاب، هو اسمه نورث سكوير مول. نورث سكوير مول ده يعتبر هو الداون تاون بتاع مدينه العالمين الجديده. ده اللي بيتعمل فيه مهرجان العالم عالمين. زي بالظبط كده لو احنا قلنا في السعوديه هناك موسم الرياض، هو هنا مهرجان العالم عالمين. هتلاقي كل القنوات في خلال اسبوع اسبوعين كمان كله بينزل عن مهرجان العالم عالمين. حتى المتحده ذات نفسها بتنزل هناك مسلسلات، بتنزل مقابلات، بتنزل برامج، حتى توك شو بتعملها هناك.
ففكره ان انا استغل الترافيك العالي اللي هناك ده قوي اللي بيجي من جميع انحاء العالم، واكون انا منزل شركات عقاريه اسم محترم موجود، ونكون من ضمن المهرجان ده، هي اول مره دي تحصل. مم. طيب بس كله بيقول ان انت علاقات مش كفاءة، يعني ترد تقول لهم ايه بقى؟ هو انا اوريدي عمري ما هكون كفاءه، انا مش بتاع عقارات بيع. دي انا اعرف نقطة مهمة احط دي. انا اعرف احطك في ترافيك اللي ماشي قدام منك يعرف يشتري منك. مم. وهنا النقطه، فكره الحقيقه، يعني تكون حقيقي مع العميل بتاعك. ده اللي بيتبني التراست اللي ما بيني وما بين العميل اللي هو يعتبر صاحب شركه العقارات. يعني انت مين عميلك؟ عميلي صاحب شركه العقارات عارف ان انا هحطه في مكان كويس، عارف ان انا هحاول اديله مجموعه شركات تقدر تساعده في البيع، كشركات بروكر تبقى موجوده وبتساعد في حاجه زي كده. عارف ان انا هعمل له شويه اكتيفيتي محترم جدا، عارف ان انا هخلي له براند محترم جدا يبان ليه. في نفس الوقت انا بعمل له كوميونتي كامل لمده 60 يوم. دي المهرجان الكبير او حاجة كبيرة انت بتعملها، بالظبط. ولا دي سمعة عشان شوية بوسترات وحركات وما هو تبقاش لو منتهي في السوق، حاجة جديدة وخلاص؟ هو كده كده برنامج عقار مصر شغال، وبرنامجي شغال، والحمد لله ده مش منتهي في السوق. انا داخل في 7 8 سنين في المجال دلوقتي، والحمد لله كل سنه بنعمل حاجه كويسه. عملت ذا بيست السنه اللي فاتت الحمد لله في 2024، كان برئاسه طبعا باشمهندس طارق شكري، والحمد لله جبنا وزير الاسكان، جبنا وزير الاستثمار، كان معانا اكتر من مش عايز اقول لك كم مطور، احنا عندنا ال 700 800 مطور يعني الحمد لله في الميتنج ده او في المهرجان ده. فالحمد لله، لا احنا لينا افكار جديده كل شويه بنعملها الحمد لله. لو جولدن هاب بكرة حد مستثمر سعودي جه قال لك اشتريها، امم هتمشي بنفس الكفاءة؟ يعني ايه هتمشي بنفس الكفاءه؟ يعني لو طاهر مش موجود؟ لا، هو في فرق ما بين هتمشي بنفس الكفاءه، وفي فرق ما بين في ناس كتيره كانت عايزه تعمل نفس الفكره. لا، انا بتكلم على جولدن هاب. دلوقتي ماله؟ مستثمر سعودي تركي الشيخ جه قال لك انا هاخد جولدن هاب دي، عجباني، اه انا عايز اشتريها. طب اسالك سؤال، مم. تركي الشيخ بيلعب بالنادي الاهلي، اه اكبر قلعه رياضيه في مصر، مش هيلعب بشغلنا احنا؟ يعني انت توافق؟ مش حته توافق، فكره ان انا عندي هدف انا ماشي بيه. سهل جدا ناس كتيره تقدر ترمي لك فلوس، بس صعب جدا انت تبني سمعه واسم، مم. وتبني كذا بروجكت في السنه بيكبروا كل سنه عن سنه. ودي بالنسبه لي نقطه مهمه جدا. يعني ذا بيست اللي هو 2024 هو هيبقى ذا بيست 2025 بافكار جديده بتطورات كبيره جدا. مم. زي كده السنه دي جولدن هاب، السنه الجايه ان شاء الله هيكون في جولدن هاب بشكل تاني. مم. هي الفكره في كده. يعني انت بتقول ان انت بتلعب على الاستمراريه مش لقطه وخلاص؟ لا طبعا، لو طيب. انا الله طب طب خلاص انا كنت راجل، انتهيت من بدري. انا راجل كديفلوبر او راجل بروكر، ايه اللي هستفيده من المهرجان ده؟ خليني هقول لك حاجه. اول حاجه، المعرض العقاري في اي مكان هو 3 ايام 4 ايام بالكتير، مم. ولازم اجيب لك ليد جنريشن، ولازم اجيب لك عدد زيارات. صح ولا غلط؟ ضمنت لك بيع، الضامن ربنا. صح كده ولا غلط؟ طيب تعال بنفس الرقم اللي انت بتعمل بيه الشغل بتاعك ده في 4 ايام، انا هحطك في مكان فيه ترافيك بيجي لك فيه من جميع انحاء العالم، وبعمل عليك من ناحيتي كامبين برضو سوشيال ميديا بشتغلها عليك، بجانب انا بعمل لك شغل كمان ميديا على اعلى مستوى، بعمل بودكاست هناك على اعلى مستوى، ميديا كفرج من جميع القنوات اللي موجوده عليك، وفي نفس الوقت كمان بساعدك في البيع. يعني انت هتعمل بوسس للناس دي في مش المكان؟ بص، نعمل لهم مقرات، سيلز اوفيس طبعا وفرنيتشر طبعا. وتكييفات هو ده يجي بالشيء اليافطه بتاعته، بس عايزه يجي دي فكره جديده قوي. اليافطه، مش عايز اكتر من كده. طب ما تحرق لنا مفاجاه من المفاجآت كده، يعني قول لنا كده مفاجاه كده انت هتعملها في المهرجان تفيد السيلز او تفيد الديفلوبر. يعني انا كديفلوبر، انا عندي سيلز في الساحل، يعني عندي المشروع بتاعي في الساحل. ليه هروح العلمين وما اعملش في الارض بتاعتي؟ ليه اجي عندك يعني انا عندي طبيعي طبعا. ايه الفرق ما بينك وما بيني؟ طيب خليني هقول لك على حاجه اللي خلاني اعمل فكره ان انا اعمل المهرجان ده واكون باعت حتى الشركات عن بعضها، عشان حاجه واحده بس، انا عايز احط الشركات العقاريه في كوميونتي. لو انا عملت معرض عقاري مقفول على بعضه، انا لازم ان انا اجيب الليد جنريشن من بره من قفاه كده ادخله جوه. صح ولا غلط؟ صح. انا هنا لا، مش عامل ده خالص. لو هو ذات نفسه عنده مكان هناك وعنده سيلز اوفيس في مكانه، هو اوريدي هيشتغل كامبين ليد جنريشن على اعلى مستوى عشان يعرف يجيب العميل من بره. انا هنا عميلي ماشي معدي، هو والمدام بتاعته والطفل قاعدين. لا بس بيقولوا ان هو بيبقى نازل البحر بالمايو. ما هو بقى الجميل في كده، ما هو قبل ما نعمل اي حاجه احنا عملنا اناليسيس كامله يا سحرتي، عباره عن ايه؟ انا واخد في مول، المول ده انت عندك كم كافيهات كبير جدا. انت بتقولي ان هم 186 براند؟ ده 190 براند. عندك كافيهات، عندك مطاعم، واكبر المطاعم اللي موجوده والاسامي، عندك سينما،
عندك كارفور، عندك اباظه، عندك كم اسامي موجوده كبيره جدا، براندات موجوده على اعلى مستوى. هو اللي بينزل عندي هو اللي نزل البيتش الصبح وطلع يريح شويه ونازل يخرج هو وولاده يتمشوا. خليني هقولها لك كده، نرجع بشويه او خطوتين لورا. زمان في التسويق يعني كانت الاهرام والاخبار والجمهوريه كانوا بيجوا ينزلوا اعلى عدد وافضل عدد في اعلانات، كان بينزل يوم ايه؟ يوم الجمعه. ليه؟ عشان الناس بتبقى قاعده في البيت والجرار بيتسحب بعد صلاه الجمعه على طول. مريحه دماغها وعندها قبول ان هي تسمع. مم. انا العميل بتاعي اللي جاي هو 50% من دماغه هو نازل متهندل ان هو يشتري حاجه. انا رايح مول اوبن اير كامل، رايح اتفرج، رايح اقعد انا واولادي واتبسط، رايح اقعد في كافيه واشرب حاجه، رايح اقعد في كافيه واتغدى في حاجه او في مطعم واتغدى في حاجه. فهو اوريدي 50-60% هو عنده قبول ان هو يسمعك. مش طالع من البيت ولابس المايو بتاعي ونازل. انا هسمع ايه اصلا؟ مش هسمع حاجه. في ناس كتيره تيجي تقول لك طب خلي معلش خلي البوث بتاعي مثلا موجود في بيتش الفلاني الفلاني. مفيش كده. اوريدي هو مش مهيأ. هو يعني اكيد انا بتصوري وبتخيلي يعني انا مش قادر اوصل للمعلومه شويه، بس هنشوفها على الارض وهنتابعنا يعني ان الموضوع. بس في خلال اول 3 ايام انت متوقع بيع؟ يعني لو ما قفلناش بيع في اول 3 ايام او 4 ايام، ما تخليني اقول لك على حاجه. انا مديك 60 يوم بيع. عارف يعني ايه 60 يوم بيع؟ في ناس طلعت الساحل السنه اللي فاتت 2 ولا 3 شهور وما باعوش غير بيعتين 3 ولا اي 2-3 شهور. هو اخرك واعلى هناك حصل معرض عقاري حصل كان 10 ايام، وده الوحيد اللي باع شويه. باع شويه. ده 10 ايام وكان موجود يعتبر، مش عايز اقول لك في مكان كان على الشارع الرئيسي جنب سيرك قومي الماني او روسي حاجه كده يعني. فاهم انت ازاي؟ فانت كان بيستنى الترافيك اللي ماشي في الشارع. اتوقع ان لو عملنا استفتاء كده في العقارات او في المطورين وسالنا عن طاهر هيتقال عنه ايه؟ بص هقول لك على حاجه. في ناس كتيره يعني بتحب طاهر لما بتعرف طاهر على المستوى الشخصي، وبتعرف ان طاهر اسهل من اي حاجه خالص، وان سهل جدا في كل حاجه، في التعاملات، في الفلوس، في كل حاجه. ده بجد حقيقي اللي بيعرف طاهر. وفي ناس تانية تحس ان هو واصل لهم معلومه ان طاهر دراكولا. عارف انت، هو بيظهر بالليل خفاش، وطاهر لا بلاش المعامله في الفلوس عشان غالي قوي في الفلوس. ده بجد ده حقيقي والله. انا بسمع الكلام ده. انا هقول لك معلومه بسيطه والله حصلت امبارح. كنت قاعد مع عميل، العميل ده هو راجل محترم جدا وصاحب شركه محترمه جدا، بس مش موجوده في الناحيه بتاعتنا يعني، في ناحيه شرق القاهره يعني. زي اكتوبر. راجل جميل وراجل محترم جدا. انا اول مره اقعد اتشرف بيه. هو كلامه في الاول خالص مشكلته كانت مع طاهر عشان سامع حاجات عن طاهر ان طاهر فاتح شركه بروكر. قلت له فين اللي انا فاتح شركه بروكر؟ هو بروكر ولا ديفلوبر؟ هو ديفلوبر معروف. طب ما هو لو ديفلوبر معروف هيعرف. هو ما بيحبش يتعامل مع شركات البروكر. بس ده هو ليه سيستم كده كويس معين. ان انت ما قلتش اسمه يعني. بس لا هو ليه سيستم كده معين. هو راجل محترم جدا وانا لسه متشرف بيه امبارح واتعرفت بيه وبقينا اصحاب كمان. حلو جدا. يعني بعد القعده دي بقينا اصحاب. لقيت ان في كم معلومات مغلوطه هي واصله له ان انا طاهر في حته تانية خالص في موضوع تاني. لا هو مفيش ده اصلا. فاللي بيعرف طاهر هو اللي بيكمل. طب انت ليه ما فتحتش شركه بروكر لحد دلوقتي؟ بما عمري ما هعرف افتحها. لا عمري ما هعرف افتحها. بص خلينا نتفق على حاجه. يا عم ما كله دلوقتي بيعمل ميديا، اشمعنى انت ما تعملش بروكر وتبيع؟ طب انا ممكن اشتغل رئيس قطاع تجاري. دي هتاخد ترند دي. لا خالص. ايه المشكله؟ ده كلهم بيعملوا برامج دلوقتي ومذيعين. والله العظيم هتلاقيني ببيع اكتر كمان يعني. لا الفكره مش كده، بس الفكره فكره ان كل واحد ليه تخصصه. انا بؤمن بالحته دي. ما هو بيرسونال براندنج. انا لو ما عملتش كسي او او كرئيس قطاع تجاري او كسحرتي برنامج وبقيت مذيع، انت بتضرب فيا على فكره خالص. بس انا والله. في الاول في الاخر مش عامل بيرسونال براندنج قد ما الناس تشوفني بديهم نصايح وبعلمهم. بص ده حلو جدا. هو السي او الراجل اللي انت بتقول ان هو تخصصه بيع، هو لو ما ظهرش مش هيبيع. على فكره انت كلامك مظبوط جدا، بس انا في نقطه بتزعلني. يعني في اسامي معروفه في المجال، اسامي محترمه جدا. زي اسم مين مثلا؟ يعني انا هقول لك. لا ادينا اسامي. هقول لك الاسامي وهقول لك الناس اللي انا هبقى متذكرهم دلوقتي. بس في ناس اسامي كتيره جدا محترمه يعني عندك معتز شلبي من الناس المحترمه جدا اللي معتز ما عملش. لا مش بتكلم على اسامي. تقصد الاسامي اللي عامله بودكاست او عامله برامج اللي هي بنفسك يعني؟ لا انا بتكلم على رؤساء القطاع او الناس اللي ليها بصمه في السوق العقاري، اللي تستاهل تعمل شغل محترم او تستاهل ان هي تدي معلومات محترمه. يعني معتز عندي، شديد زيات من الاسامي المحترمه جدا والناس اللي بتعرف تدي معلومات محترمه جدا. عندك كريم عبدين، عندك كريم مأمون، عندك اسامي تعرف ان كل الناس دي جبناهم في البودكاست ما شاء الله. ما انا عارف ده. بس عندك اسامي محترمه
اسامي كويسه تقدر تدي معلومات وتطلع معلومات. فاهم انت ازاي؟ الفكره فكره ان انا عايز اسالك سؤال بقى، مش انت اللي تجاوبني. اسالوا الجمهور، انا هنا بسال بس. لا انا هسالك انت. مم. انت كراجل صاحب شركه وراجل بتعمل برضو بيدكاست، ايه رايك في طاهر لو بقى رئيس قطاع تجاري؟ جامد، ما تجرب، ايه المشكله؟ شايف ممكن طاهر يعمل ايه يعني في الاول في من وجهه الاخر نظرك وبمعرفتك بطاهر؟ اللعبه ما فيهاش كتالوج. يعني مم. ممكن يبقى واحد جامد جدا ويمسك مشروع يخايش منه. اللعبه مم. ما لهاش كتالوج، مع انه كان ناجح جدا 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 في مشروع قبل كده. مم. بس هي في الاول وفي الاخر هل انت يا طاهر ما عندكش الايجو بتاع مم. الكاميرا؟ مم. فعادي. انا بشوف نفسي ان انا اصلا هي الكاميرا بتجيلي. انا ما كنتش عايز اعمل برنامج. مم. انا قلت لهم في قسم التسويق طلعوا حد يعمل برنامج واحنا هنبقى سبونسر. مم. قالوا لي هيبقى اقوى لو انت عملته. ده فكره البرنامج. مم. حتى كل الناس لما بتيجي بعد الحلقه يقولوا لي طب انت ايه هدفك من البرنامج؟ انا هدفي من البرنامج ذكر فان الذكرى تنفع. مم. ان انا اجيب واحد طاهر كده يقول كلمتين فعيل لسه داخل الميديا يبقى ياخد منهم خير. مم. رئيس قطاع تجاري جاي ياخد خير. انما كطاهر سحرتي يقيمه، لا انا في ناس احسن مني كتير تقدر تقيم، انا ما اعرفش اقيم. حقيقي صح. وفي نفس الوقت انا ما مسكتش ده. يعني ما مسكتش قطاع، ما اعرفش هو بيعمل ايه. مم. يعني انا كسحرتي عارف ان هو مسؤول عن المبيعات ومسؤول عن التسويق وهو قسم من المبيعات، بس كسحرتي لو مسكه ممكن ما ينجحش، مع ان لا انا ممكن بص. اكون ناجح جدا في البروكر. يعني انا في ناس بتقول ان انا، مع ان انا شايف ان انا مش ناجح. يعني انا لحد دلوقتي بكمبيت او بتصنف من 15 اسم، من 20 اسم، من 10 اسامي، من 5 اسامي. بس في نفس الوقت انا شايف ان هم حجمهم اكبر مني بالفند. يعني انا النهارده لما تقولي شركه زي ناوي وشركه زي ادرس، هم بيصرفوا في الشهر قد ضعف الرقم اللي انا بصرفه في 60 مره. مم. فانت بتقارني بمين؟ غير ان هم معاهم شركات بقى تانية، غير تولز تانية مش موجوده معايا. فالنهارده انت بتقول لي قيم طاهر كسي سي او، ما هو ممكن تجيب مشروع لوكيشن ابن لذينه فتضرب معاك مم. في تسعير، هو الديفلوبر مش عارف التسعير. طيب خليني هقول لك على حاجه. بص، في اسامي زي ما قلت لك من شويه، الاسامي دي اسامي محترمه وتستاهل ان هي تعمل مش بودكاست، تستاهل ان هي تعمل برنامج تدي معلومات فيه. طبعا. بس فكره ان انا اسالك واسال اجيب، يعني انا كراجل مثلا رئيس قطاع تجاري واجيب حد قدام مني رئيس قطاع تجاري ونقعد نتكلم مع بعض او نتكلم في الحياه الشخصيه، دي بالنسبه لي انا كمشاهد هي مش افيد لي اكتر من اسمع منك معلومه. انت بالنسبه لي سورس، بالنسبه لي راجل ده شغل الميديا دكتور. طاهر. بالظبط. بالنسبه لي راجل دكتور، انت عندك معلومات انا عايز اسمعها. واصله لك؟ يعني انا بيعجبني جدا دكتور محمد دويني. دوين بيقعد في العربيه في 10 دقايق بيقول شويه كلام، انا بتبسط جدا ان انا بسمعه. والله العظيم 3 مذيعين موجودين، ده حقيقي بجد انا بقولها والله، مذيعين موجودين في القطاع الاقتصادي ما بيقولوش المعلومات دي. انت وصلك الفكره؟ طبعا. بيعرف، هي سبحان الله هي كاريزمات في كذا شخص كده موجود في المجال، واسامي طبعا مش هقدر اذكر الاسامي، ناس محترمه كتيره جدا. بس زي ما قلت لك المعلومه بالنسبه لي ايه، انا كطاهر ما اقدرش ان أنا اديك معلومه كرئيس قطاع تجاري مثلا. نرجع للمهرجان عشان مذيع. ما نخبطش. نرجع المهرجان، انت شايف ان هو هيبقى فيه فعلا ترافيك وبيع ولا هيبقى سيلفي بس؟ طيب انا بديك بنفس الرقم بتاع ال60 يوم، هو نفس الرقم و3 ايام اللي انت بتطلع بيه معرض عقاري، وبشتغل يعني؟ عليك وبشتغل عليك بكل التفاصيل، ميديا، سوشيال ميديا، بعمل لك بجيب لك شركات تيجي تشتغل عليك وتسوق عليك لو انت محتاج الكلام ده. بعمل معاك كل الطرق المؤديه لنجاحك لمده 60 يوم بالظبط. انا مديك كوميونتي كامل. سؤال معلش جه في دماغي دلوقتي حالا، انت هتستفيد ايه؟ انت مستفيد ايه؟ فلوس. ايه الفلوس بتيجي منين؟ من تأجير يعني البوسس طبعا والحاجات دي؟ ليه نسبتي طبيعي. النقطه الثانيه انا يعني انت ما بتاخدش منهم كوميشن لا خالص، ماليش في الكلام ده. انت غير بقى الشركات البروكر اللي بتعمل معارض. لا ماليش في الكلام ده خالص. انا الموضوع كله هو الكوميشن بتاعي في الحته دي. النقطه الثانيه ان انا بدير الموضوع كله. النقطه الثالثه انا بكبر اسمه جولدن هاب. يعني انا بالنسبه لي اهم هدف عندي جولدن هاب، ان السنه دي دلوقتي لو انا معايا 10 ده 12 برودكت، يعني انت حطيته جوه ببني فيه خلاص تي اتش جروب اللي هو جولدن هاب، هيبقى ما مكمل معانا ال5 سنين او 9 سنين اللي جايين. هو بقى ايقونه ثابته بالظبط. بقى ايقونه ثابته عندي سنويه موجوده. حتى كمان بفكر حتى ان جولدن هاب ممكن يبقى في اماكن تانية غير العالمين بس. وصل لك الفكره؟ تطلع موسم الرياض بقى. طب انا طب اقول لك على حاجه، والله العظيم 3 انا بنسبه 80-90% جاي لي عرض في الحته ان احنا نقدر نعمل حاجه زي كده في الرياض لمده فتره معينه. بس تكلفه بالدولار ما هو ده موضوع تاني بقى، ده ليفل تاني. انا هقول لك على معلومه تاني على فكره، بس ده هيساعد تصدير العقار. خد بالك اللي هم مش بس تصدير العقار، انا عايز اقول لك ان احنا يعني الحمد لله بسبب الفكره دي احنا عندنا جناح كامل من شركات دبي عمرها ما حصلت في مصر. انا عندي مبنى كامل
في جوه النورث سكوير مول في اكبر 7 شركات عقاريه موجودين في دبي، موجودين عندنا. تخيل ان انت عندك 7 شركات سيلز اوفيس كاملين. بس انا بيتهيألي يا طاهر انت اشتغلت متاخر على الموضوع ده، لان الساحل ده بيبقى متسكن قبل رمضان. ذا بيست اشتغلنا فيه في 20 يوم. لا بس انا بيتهيألي ان انت السنه الجايه هيبقى فيه ترافيك اعلى طبعاً، والديفلوبر طبعاً، اكتر طبعا وهيبقى نجم. لان برضو انا شايف ان الميديا اتاخرت، لان انت المفروض بتقول لي 1/7، المفروض ان انت بتشطب والمفروض الناس هتسكن 1/7. ده حقيقي. انا عرفت عن الموضوع ده من يومين. بص انا هقول لك حاجه بسيطه بس. احنا الموضوع عندنا، كنت الفتره اللي فاتت ما كنتش موجود في القاهره كتير، يعني كان عندي كذا شغل بخلصه اصلا. النقطه التانية فكره ان انا اول مره بحاول ان انا اشوف كل التفاصيل والديفوهات عشان اعرف اعالجها بسرعه جدا. تمام. الحمد لله معانا رجاله في تي اتش جروب محترمين جدا، رجاله بتوقف المواضيع في 10 ايام 15 يوم. ده حقيقي على فكره. يعني انا قاعد معاك دلوقتي انا عندي اكتر من 40 فرد شغالين على 11 وحده. لا الموضوع انا عارف الساحل صعب. ارجع من اسبوع 10 ايام انا كان عندي 3 شركات بالظبط. فلك انت تتخيل انت بقى عندك 11 شركه. شفنا اسماء كتير نزلت في جلدون هاب وكلمنا عنهم. الحمد لله. يعني ما انا بقول لك، لا بص اسامي الشركات الناس محترمه لا جدا. لا انا بتكلم على الافراد. انا مش عايز اسامي الشركات، اسماء الشركات كده كده افراد زي يعني تقصد زي افراد اللي معاك في التيم. بص انا معايا طبعا اخواتي وناس محترمه جدا في المجال. طبعا احمد الحداد بيعمل ايه بقى؟ احمد الحداد هو بيعمل معايا كل الموضوع كونسلتيشن بكل التفاصيل. بيتابع معايا كل حاجه، بنحرك المواضيع بكل التفاصيل من ناحيتي ومن ناحيته. يعني حضرتك مسؤول عن ايه وهو مسؤول عن ايه؟ يعني انا كطاهر مسؤول كده كده اوريدي عن تسويق وبيع الموضوع كله بكل تفاصيله. هو بيساعد معايا كل الحاجات. التنظيم كمان برضو، جزء التنظيمي هنبقى موجودين هناك برضو كمان مع بعض عشان مشاكل الساحل والولاد والبنات والتسكين الكلام ده كله انا خلاص لميته. يعني بص اما هو انا بقول لك في دفوهات كتير انا بقيت بشوفها كان لازم ان انا احلها بدري. عشان كده ما كنتش مركز غير في ان انا احط الاساس عندي. طبعا الاكوموديشن التسكين بتاع الناس دي عليك. هو طالع بيافطته بس ملوش دعوه جايب رجالته. هو جايب رجالته وهو هيحط اليافطه بتاعته وشكرا. خطير يا طاهر، خطير. فكره خطيره ما اتعملتش قبل كده. فكره ان انت تقعد 60 يوم هناك دي فكره صعبه جدا. انا عايز اقول لك ان مش هقول لك الايجارات هناك بكام في اماكن تانية جدا، بس في بدون ذكر اسماء الاماكن، في كوريدور بس بيتاجر بنفس الرقم بتاعي. وصل لك؟ بس انا بديله 100 متر مش 3 في 3، بديله وايت بوكس. كده شويه برضو، ايه المشروع اللي انت عملته فارق في المجال وفارق مع شخصيه طاهر؟ طيب هقول لك على حاجه. انا بتاع ميديا، بزعل قوي من ان انا اجي ماركت حاجه والاقي الدنيا كلها بتقلد بعضها. يعني لو انا مش مختلف او مش هتوجه للاختلاف يبقى انا ماليش لازمه بصراحه، او انا مش هبقى مبسوط من نفسي. انا دي مشكله عندي نفسيه على فكره. لازم اكون مختلف ولازم يكون في حاجه يعني انا بضيف فيها. لو انا حاسس ان ما بضيفش في المكان ده او في الحاجه دي او الموضوع ده ما بطورش منه مش هعرف اكمل. هقول لك معلومه بسيطه حاصله ونفسي اعرف ايه الدروب هنا، وتعالى كده نتفرج عليها مع بعض. الماركتنج بتاع السوق العقاري هو ماشي في اوقات معينه سنين كلهم بيقلدوا بعض. ما عادي يا عمي، انا وانا صغير كنت بشوف سنترال فتح جنبه سنترال عادي، ما جميل، كله بيعمل كده، ما عنديش مشكله. بس أنا في معايا الماركتنج فلوس وعايز أعمل. حلو، بس في الماركتنج لا. بمعنى انت هنا مبيعات، يعني انت بتقول سوبر سنترال جنب سنترال انت عشان المكان هنا فيه ترافيك، انما ما اجيبش نفس اليافطه بتاعت الاول دور بنفس البنت احطها الناحيه الثانيه لشركه تانية، فبقى كله شغال عندي يافطه اول دور بنت حاطه اي. طب يعني قصدك ان هو كله بقى يعمل دلوقتي ايفنتات نفس الفكره. الايفنت يعني شويه احمد سعد، كلنا احمد سعد، خلصنا احمد سعد دخلنا في نيكول سابا، كلنا نيكول سابا، خلصنا نيكول سابا، دلوقتي الفتره دي فتره تامر عاشور. يعني يغيروا المغنيه؟ لا لازم يكون يعني ما هو الاسهل. لا هو احنا دايما مش الاسهل. دايما انا معايا فلوس وعايز اعمل حاجه ناجحه، اشوف طاهر نجح ازاي وهدي فلوس اكتر منه. هي شركات البروكر او شركه طاهر كميديا ما تعملش حاجه مختلفه غير دي المنتج المختلف. بس انت زابست في كذا منافس زيك. هو ما فيش زي غير زابست؟ لا ما كانش في زابست عقاري خالص قبل كده. لا مش عقاري بس في نفس الفكره، يعني متخذ القرار ده ولا مش عارف. لا ده موضوع تاني خالص. ده بانل، ده مش تكريمات خالص. يعني انا مش عارف قوي زابست ان انت ما عملتليش دعوه. لا دي بانل، والسنه دي لازم تعملي دعوه. والسنه دي لا ده السنه دي احنا كمان بنطور الموضوع، وهيكون في كمان اصلا لجنه موجوده قبل منها يعني موجوده من شهر 10 لحد شهر 12. اللجنه دي كلها بتطور كل التفاصيل بتاعتنا. السنه اللي فاتت طبعا الموضوع يعني كان فيه شويه لهوجه، الموضوع اتعمل كله في 20 يوم. مين السبونسر كانوا معاكم في زابست؟ يعني مين اللي صرف؟ كان معانا شركات كتير الحمد لله. يعني مين اللي صرف؟ لا اللي بيصرف ده
لا مش انا اللي بصرف، مش لا، يعني ما- كشركتي اللي بتصرف، بس في سبونسرز معايا. يعني انا كده كده اوريدي انا اللي ببني الموضوع كله. يعني زي انت كده زي انت كده الانتاج، بس بتدخل بقى ناس تبيع لهم جوه بالظبط. ذا بيست. زي كده مثلا انا دلوقتي لما جيت دخلت في جولدن هاب، اوريدي انا اللي واخد الاماكن كلها، ايوه. وبعد كده انا اللي باجر. يعني انت بتقطع وتبيع، بالظبط، هو فانت الموضوع اللي واخد الريسك. بالظبط. بس هو ذا بيست مالوش هدف بيعي. لا ذا بيست هو كانت فكرته فكره ان احنا اول مره نعمل مهرجان تكريمات. كل التكريمات اللي بتحصل زي المهرجانات اللي موجوده في السوق كلها مهرجانات فنانين والكلام ده كله، الموضوع ده كويس جدا ولطيف جدا. ما نيش برضو بتعمل كده، انا اتكرمت في نيش ومتخذ القرار بيعملوا كده. بس يعني هو الفرق بسيط، إيه ان بقى؟ انت ولا فهمني اول الفرق. مره تعمل بانل جوه التكريمات. يعني ايه بانل؟ معلش. بانل دي ان انت يكون معاك مجموعه مطورين، معاك ناس مؤثرين من القطاع العقاري، معاك ناس من الدوله كمان، ونحاول نطلع بقرارات من البانل دي. كونفرنس يعني اللي هم يعني بيتناقشوا. اسمها بانل بالظبط، يعتبر مم. حاجه زي كده. ففكره ان انت تعمل ماتشنج لكذا حاجه مع بعضها، وعامل بيها نهايه سنه كامله لكل الشخصيات الناجحه في القطاع العقاري اللي عملت 1 2 3. دي انت بالنسبه لي مكرم 1200 واحد يعني. انا كرمت ساعتها كتير جدا مم. ساعتها، بس ده كانت اول مره. فاهم انت؟ مم. في ناس كانت بتتصل بيا اللي هو لا احنا طار زعلانين، فكنت كده كده طبيعي اللي هو يعني دول اصدقاء ليا شخصيا، عمري ما هعمل حاجه زي كده. بس السنه دي هو رئيس اللجنه هو اسمه هيبقى معروف جدا في القطاع العقاري، يعني مش في القطاع ان شاء العقاري، هو الله في نحضر الدوله معاك كمان ان شاء الله. نحضر فهو معاك. الاسم اللي هيبقى رئيس لجنه الاختيارات ذات نفسها هو لا بتاعتي ولا بتاعت حد، هو رئيس اللجنه ذات نفسه والمجموعه ذات نفسها من اللجنه. سؤال خطير، لو شلنا جولدن هاب كلوجو او تي اتش، ايه اللي السيم بتاع طاهر؟ يعني لو المشروع ده بتاع حد تاني، هنبقى ايه اللي طاهر نعرف ان المشروع ده بتاعه في الميديا؟ هتلاقي فكره غريبه. يعني فكره غريبه اول مره تتعمل. بص، فكره ان انت تطور من الجزء بتاع الماركتنج اللي في السوق العقاري، دي نقطه مهمه جدا. ناس كتيره جدا على فكره كانت بتخوفني من فكره ان انت اوعى تخش الساحل، اوعى تبيع في الساحل، كل اللي هيبيع هناك هيبيع في الساحل، كل اللي هيشتغل بتوع الساحل. طب يا جماعه، هو اوريدي اصلا مصر كلها بتبقى في الساحل اللي انت كده كده عايزه عندك في المعرض العقاري اللي في التجمع الخامس. لا ده بجانب ان 3/4 شركات البروكر هم اوريدي في الساحل. طب انت قاعد في مصر بتعمل ايه في القاهره؟ انت وصلك؟ خلينا نتكلم اكتر عن السمارت سيتيز. مين من المطورين من وجهة نظرك عمل كومباوند بالطريقه اللي طاهر بيحلم بيها؟ بص، هو لسه في شويه معلومات كتيره جدا حصلت في موضوع السمارت سيتيز اللي انت بتتكلم فيها، وفي نفس الوقت كمان برضو فكره ان انت في جمله الفتره اللي فاتت ناس كتيره بتتكلم عنها او بتتردد، اسمها التنميه المستدامه. التنميه المستدامه دي الجمله ذات نفسها هي بتتقال، بس كم واحد متجمع الجمله دي؟ ممكن ما تلاقيهمش كتير. جمله التنميه المستدامه، انا كده كده كل الطاقات اللي موجوده اللي بتديها لي الطبيعه، انا بحاول ان انا اوفرها وارشدها للاجيال اللي بعد مني. تعرف ان في موجود في مصر في مدينه العالمين اماكن موجوده، انا مش هقول لك الاسامي الاماكن بالظبط، بس هقول لك على يعني المعلومه دي معلومه مهمه جدا. انت ممكن تشرب ميه من غير ما توصل ماسوره واحده بتاعت ميه. هو اوريدي جهاز بيتحط عندك من الرطوبه، بالظبط من فوق الرطوبه بتنقيط الميه. الجهاز ده في مجموعه الاملاح المعدنيه الموجوده بتاعت الميه المعدنيه عاديه جدا، واوريدي هو موجود عندك. في كم ترشيد لحاجات كتيره جدا، هو اوريدي المطور العقاري لو حب يستخدمها في الكومباوند بتاعه هتفرق معاه جدا جدا، وهيعرف يبيع اضعاف الحاجات دي. بس يمكن مش معمول لها تسويق كويس. ما هي دي المشكله. انا عايز اقول لك بس معلومه بسيطه، العاصمه الاداريه جامده جدا ولا لا؟ جامده. صح ولا غلط؟ تخيل مش معمول لها نفس التسويق اللي معمول للعلمين الجديده. كلنا. طب اسالك سؤال، هل شفت للعاصمه الاداريه فيديو موجود ومصروف عليه كتير جدا بكل اللي حصل في العاصمه الاداريه؟ انا على حي الوزارات بس. شفت كم التطورات اللي حصل من زمان جدا، من اول العاصمه الاداريه لما كانت صحراء؟ هل في فيديو وثائقي بيقول لك الكلام ده كله حصل من دلوقتي لحد او من ساعتها لحد دلوقتي؟ لا. ولو هتلاقيه في المبنى هناك. طب انت عندك مدينه كامله على اعلى مستوى. بس مدينه الاشباح دلوقتي يعني مفيش حد هناك. مين دي مدينه الاشباح؟ هي العاصمه. لا انت ما رحتش بقى، ما رحتش. لا رحت. لا ما رحتش العاصمه. لا الار 7 مفيش حد فيها تسكن. طيب خليني اقول لك على معلومه بسيطه. انت ذات نفسك كنت هتيجي في يوم من الايام، تعالى كده نرجع ب10 سنين ورا، 10 سنين بالظبط او 12 سنه بالكتير،
3/4 التجمع الخامس كان هيقول لك مدينه اشباح في اماكن كتيره جدا. صح ولا غلط؟ طبيعي. يعني التجمع لسه ما اتملاش. ما انا بقول لك طبيعي، انت بتبص لقدام ده طبيعي. تعالى نفس السعر المكان اللي انت فيه في التجمع دلوقتي هتلاقيه هو نفس سعر وممكن اغلى من اسعار وسط البلد اللي في وسط البلد نفسها، التحرير وشبرا مصر والكلام ده كله في الاماكن دي. طبعا. هي الفكره في كده، الفكره فكره ان اعرف ازاي ابص لقدام. بس انا من وجهه نظري توجهات هي وجهه نظر. يعني انت شايف ان العاصمه الاداريه لا تمام، طب ما كانش حد بيشتري من العاصمه الاداريه. في ترند طالع دلوقتي اللي هو الصناديق اللي بتعمل تملك جزئي. ملكيه جزئيه. ايه رايك؟ هو الملكيه الجزئيه تقصد ولا صناديق الاستثمار؟ الاثنين يعني. كلمنا على دي عشان نعرف الناس دي ايه ودي ايه. طب صناديق الاستثمار دي ان احنا يعتبر شبه بنعمل جمعيه مع بعض. احنا بنعمل حاجه كده شويه تفاصيل مع بعض. انا بروح لجهه معينه، الجهه المعينه دي تحت اداره وزاره الاستثمار وتحت اداره وزاره الاسكان. ان احنا بنخش مع بعض في المشروع ده انا بخش بيه بمجموعه اسهم او بكذا سهم بالارقام دي، فبقى انا كده اوريدي داخل بشير. دي صناديق الاستثمار بعرف استفيد منها وبعرف كمان اخد من ايجاراتها وبعرف اخد منها شويه حاجات. الملكيه الجزئيه ده اسم تاني خالص، واسم بيندرج تحت منه مصايب زي التايم شير. بس دي ما اوريدي ابتدت تتعمل. الناوي عملوها ومدينه نصر عملتها. مدينه نصر الملكيه الجزئيه اللي هي طوبه طبعا وسيف عملوا ابلكيشن جديد بتقدر تحوش فيه بضمان اليونت وبتتقسم على. في ناس بقى بتستغل كلمه الملكيه الجزئيه دي للتايم شير. التايم شير انا ببيع البيعه 13 شهر مش 12 شهر. وببيع اليونت دي لاكتر من 30 40 50 عميل، وممكن اشفته من مكان لمكان، وممكن اقول له معلش انا ما عنديش اماكن. الموضوع فيه مشاكل كتير قوي. دي مشكله التايم شير. الملكيه الجزئيه ده موضوع تاني. طيب خلينا نقول ليه مصر كلها، يعني مصر كلها بتتفاخر بفيلا 1000 متر و700 متر مع ان العالم كله رايح للبيت الصغير. زي ما انت ما بتقول المهر والشبكه ولازم ده بنت خالتي بتاخد 1,000,000 جنيه، عندي اسئله وبنت عمتي اشترت الثلاجه من بيكو وما اشتريتهاش من كريازي عشان خاطر دي صناعه تركي، وانا ما بحبش ان احنا نخش في الحاجات الامريكي يعني. يعني خلينا نتكلم طيب عن اسامي مجهوله. انت شايف ان الناس دي مش واخده حقها في القطاع التجاري او القطاع العقاري، او انت شايفهم ان يعني ان انت لا انا شايف ان هو المفروض يبقى رقم 1. يعني خلينا نقول 5 مثلا عشان ما حدش يزعل. يعني 5 والترتيب عادي. مش حته هقول 5 او مش هقول 5، هو فكره ان هم كل اللي موجودين في القطاع هم كلهم معروفين، كلهم اسامي محترمه. في ناس كتيره بتعرف تبني نفسها كويس قوي، في ناس بتعرف تنور نفسها حلو جدا على السوشيال ميديا وعلى الميديا، ودي بالنسبه لهم نقطه على فكره بتحسب لهم، ودي نقطه كويسه جدا. في ناس تانية هي ما عندهاش الحته دي. يعني انا هقول لك على اسم، مش هقدر اكتر اسامي كتير طبعا، بس احمد شحاته ادري صح؟ دبي. الناس المحترمه جدا. مع ان انا كطاهر ما اتعاملتش معاه خالص. انا عايز اقول لك ان هو جاري على فكره. ما اقول لك انا كطاهر ما اتعاملتش معاه خالص، بس ان الاسامي المحترمه واللي بتعرف تعمل شغل حلو قوي واللي على ارض الواقع بيعرف يبيع كويس جدا. هي الفكره مش فكره كلام، هي الفكره فكره ارض واقع. زي ما انت دلوقتي كراجل، انت راجل بياع صح ولا غلط؟ كنت الاول تيجي تقول بص اليوفط، بص الاول دور، بص كذا عشان خاطر تيجي تبيع للعميل. دلوقتي انت لازم تيجي تقول له طب تعالى شوف الارض شكلها عامل ازاي وشوف بنو ولا لا. صح. هي الفكره في كده. كل فتره هتلاقي القطاع العقاري بيطور نفسه في الحته دي عشان مضطر يبيع بطريقه جديده. طب انت شايف ان في ركود في العقارات ولا الدنيا هو في غلط بيع، مش في ركود في العقارات. العقارات عمرها ما باظت وعمرها ما اتقالك ان في فقاعه، ما فيش الكلام ده، انساه خالص. وموضوع الفقاعه العقاريه الحمد لله هو طلع من عندي، وانا اللي كنت ساعتها بتكلم، وكنا دخلنا في خناق على فكره في ديبيت، وكان معايا ساعتها باشمهندس محمد البستاني داخل على مكالمه التليفون. الموضوع كبر قوي ساعتها يعني في ترند الفقاعه العقاريه ابتدى من عندنا الحمد لله. بس الفكره مش يعني كده. انت اللي مبوظ السوق. والله انا بدايه الفكره مش كده، بس الفكره فكره ان انت عندك منتج تسعير. بص انت عندك منتج عقاري هو اغلى من العربيه اللي انت بتشتريها. مين الاغلى، العربيه ولا الشقه بتاعتك؟ شقه بكتير. صح ولا غلط؟ طب عمرك شفت واحد سيلز من اي معرض عقاري بيتصل بيك كل يوم ويقول لك يا فندم مساء الخير يا فندم احنا عندنا عروض 1 2 3 وزيرو داون بيمنت، حضرتك تعالى اشتري العربيه دي؟ قصدك الكولد كول هو اللي بوظ الموضوع. انت هتلاقي حد بيعمل لك كده في قطاع في العربيات؟ لا، ممكن يكونوا بيعملوا في الكروت انما العربيات لا. صح كده ولا غلط؟ الفكره فكره ان انت في طرق جديده وفي طرق ممكن تطور فيها للبيع، ان انت تخلي البيع سهله جدا والبيع حلو قوي، تلاقي هو العميل هو اللي بيجري ورا منك عشان انت اللي تشتري، عشان هو اللي يشتري. انما فكره ان انا اجيب 10 15 واحد جديد
كلهم فريش، يلا اقعدوا امسكوا ال 3000 اسم كلهم الكولد كول دول وهروهم اتصالات. طب هقول لك على حاجه، ادينا 5 نصايح لشركه تسويق ما بتعملش غير الكولد كول، قول لهم هنا في الكاميرا. طيب يعني عشان لو كده لو اي شركه تسويق محتاجه تسويق ترجع لك. لا بجد خالص، هو الموضوع مش كده. هو الموضوع فكره الليد جنريشن هي بتبقى غاليه علشان اوريدي كده كده انت بتشتغل على تريح الدماغ بس. انت ممكن تلاقي ليد جنريشن ب 500 او ب 1000 جنيه، صح كده ولا غلط؟ صح. عشان تريح الدماغ. انا بلاقي ان دي الطريقه الوحيده اللي اعرف اجيب بيها ليد جنريشن. ابتدي انزل اعمل فيديو في المكان علشان اعرف اجيب الليد جنريشن بالطريقه بتاعتي واشتغل بيها، مع ان في افكار كتيره جدا ممكن تطور من البيع نفسه بكل سهوله. طب هقول لك على معلومه، وهقول لكم على معلومه بسيطه. ايه المشكله ان انا كمثلا راجل شركه تسويق، انا بقول لك اهو، انا ممكن اعرف كطاهر استغل علاقاتي، بس انا ماليش في الدعوه يعني ماليش دعوه ان انا افتح شركه بروكر. ممكن استغل علاقاتي، اروح لمكان معين وابتدي ابيع بيعه بطريقه معينه لجهه معينه، واعمل لهم خصومات بطريقه معينه، وابتدي اتفق معاهم ان احنا هنعمل 1 2 اللي هو البالك ديل يعتبر. انا لو كذا حد بقى ماسك الجزء بتاع البالك ديلز دي اللي موجود في الشركات ذات نفسها وبيشتغل بطريقه معينه كبقى، انت بعت كميات. صح ولا غلط؟ مش بسهوله طبعا. هي مش بسهوله، هي هو السهل ان تريح انا دماغ. اشتري داتا وادي للسيلز يشتغل يكلموه. ما هو تريح دماغ. بشوف الاسهل اللي بيجيب لي فلوس بسرعه. البيعه بقى اتباعت ما اتباعتش، الكومباوند اشتغل ما اشتغلش، كمل اصلا ما كملش، العميل اتسرق ما اتسرقش، اتنصب ما اتنصبش، مش موضوعنا خالص. طب انت رايك بقى في المهرجان؟ هل الحفلات الكتير دي بتبيع فعلا ولا ضحك سيلفيز وبنعمل شو وترند؟ لا، هو انا الموضوع فكره المهرجان هو كده كده كل ويك اند، وكده كده انا عندي يعني انت موجود. كده كده اصلا مرتبط بالمهرجان بتاع العالم ده العالمين. ويك اند، وانا ذات نفسي عامل اصلا، ده انا عامل هناك ستيج هعمل فيه بانل كمان، وعامل فيه شويه افكار كتيره جدا موجوده هناك في المهرجان. احرق لنا فكره بقى، حصري للبرنامج. هحرق لك فكره. اول حاجه انا عامل 2 بانل بوجود ناس مسؤوله من الدوله، طبعا بدون ذكر اسمائهم، بس هم يعني مسؤولين في الدوله بالذات في وزاره الاسكان. دي هتبقى برئاسه مهندس طارق شكري. طبعا هنبقى موجودين، طبعا اسامي هتبقى كبيره جدا كمان في القطاع العقاري، اسامي شركات كبيره اول مره تحصل زي هناك. كده. لا كلنا على البيتش، كلنا هناك على البيتش. قلت لي في الساحل اهو زي الفل. لا هو هناك الموضوع ان احنا هنعمل كذا بانل موجوده في الشهرين دول، هنعمل شويه حاجات كتيره. طبعا هيبقى كمان عندنا بانل خاصه كمان لرؤساء القطاع العقاري. طب واحنا ايه؟ لا ده انا بقول لك لسه هكمل اصبر. هنعمل 2 بانل دول لناس مسؤوله من الدوله، انا لازم اتكلم معاهم، ومطورين. البودكاست ده لازم يطلع. يا باشا ده انت تنورنا. لا والله ده بجد، تعالى ده انت تنورنا، بالعكس يبقى بودكاست طالع من هناك على فكره. يعني خلاص السيزون ده كله من عندي. يلا بينا، اتفقنا، ما عنديش مشكله، بالعكس. كلام ولا قدام الكاميرا بدبسك؟ لا حقيقي والله. ده بالعكس، انت هتبقى موجود معانا ان شاء الله وتيجي تنورنا طبعا. وفكره ان احنا بالعكس ان احنا نبتدي نتكلم ونشوف ونتابع الناس بتبيع ما بتبيعش، شايفين الترافيك عامل ازاي. حلو ده، احنا اللي هنعمله ده. خلينا نعمل الميزان ده وخلينا نشوف الموضوع ده. واقول لك على حاجه، خلينا كمان نشوف السنه دي اللي هو يعتبر اول مهرجان عقاري موجود في العالمين، او اول معرض بس نفسه طويل. سبونسر عندنا يا باشا، ده شرف ليا والله. بس الفكره انا عايز اوصلها لك ان لا انا باخد منك كوميتمنت عشان انت ما تدينيش على ورق. تعال ناخدها رهان. ماشي خلاص. احنا يا جماعه هو ده هينتهي امتى؟ 30/8 تعال ناخدها 30/8 هنطلع لحد 30/8 احنا عندكم. مش في شركات كتيره جدا بتطلع في معارض وبيدفع رقم وقدره ويجي يقول لك انا ما بعتش بيعه؟ صح. تعال نتكلم بعد 30/8 تبقى اول حلقه هنا بعد 30/8 وقول لي يا طاهر حصل 1 2 3. لا احنا هنصور طول لا انت كده معايا في ده كله. أيوه. وهنتابع الموضوع مع بعض، وهيبقى في اناليسيز ما بيني وما بينك هناك، بنتفرج على الموضوع اللي بيحصل. أوكي. وبنشوف كم المبيعات اللي بتحصل، هل في مبيعات ولا ما فيش مبيعات. لا مع اني على شرط، انا هقول لك على حاجه ثانيه واحده بس. احنا هنعمل تقرير هينزل كل 10 ايام. ده فكره والله، ما عنديش مشكله. هنعمل تقرير نسال كل المطورين في فيديوز، او ننزل لهم اكسرسايز، يعني اللي هو الترافيك عدده كام، عملنا ايه، الدنيا ماشيه ازاي، كانه نشره من بودكاست تطلع على مهرجانك. وفي نقطه هقولها لك على شرط، انا من اول ما قلت لك انا ما بجيبش واحد ليد جنريشن، انا بديك كل الامكانيات اللي بتاهلك ان انت تعرف تبيع بكل سهوله، دايركت وان دايركت. هايل والله. فانا حطك في مكان وحطك في كوميونتي انت مضطر تبيع الا في حاله واحده، ايه؟ ان اللي قاعد قدام منك او اللي موجود السيلز اللي عندك هو مش جاي اصلا يشتغل، هو جاي يتبسط ويمشي. هنا ساعتها بقى انا عامل نقطه تانية. انا عامل كاميرات في كل الاماكن اللي انا واخدها، وعامل اوريدي كونتاكت ما بين الكاميرا بتاعت كل الاماكن دي ما بيني وما بين رئيس مجلس الاداره. فابقى 24 ساعه
رئيس مجلس الاداره حتى لو في القاهره هو متابع اللي قاعد جوه، هل قاعد ولا مش قاعد، هل بيعمل شغله ولا ما بيعملش شغله. افكار جهنميه. اباليس التيم بتاعك ده اباليس. والله أنا بقول لك السوق كله عامل عروض وبيعمل عروض في الساحل. انت ناوي تخش الجيم ده ولا خالص؟ يعني انت هتسيب كل ديفلوبر مش هتفرض عليه حاجه معينه خالص. هل شايف نفسك رائد اعمال او بيزنس مان ولا بتاع ميديا بس؟ انا بتاع ميديا بس. يعني ممكن نقول ان انت انفلونسر العقارات؟ مش كده، بس اقولها ان التطور مش وحش خالص، بس فكره ان انت لما تكون بتاع ميديا وبتاع ماركتنج وبتحاول تخش بعد كده القطاع العقاري بفكره معينه بافكار جديده بمواضيع جديده، هتلاقي المواضيع دي بتضرب حلو قوي. انت عندك النو هاو في كل التفاصيل، فهتلاقي الموضوع لطيف جدا. يعني انت دلوقتي قلت لي من شويه، قلت لي قول لي 5 حاجات للناس تقدر تبيع وتشتري بيها. قلت لك فكره من الافكار، فكره ان انت ازاي تعرف تعمل بالك ديل بكل سهوله. هات واحده صحفيه او واحد صحفي، قول له انا عايزك تقعد جنب مني، هتاخد مني الرقم الفلاني، قعدني مع المؤسسه الفلانيه والمؤسسه الفلانيه والمؤسسه الفلانيه. انا اول مره اعرف ان انا تخيل انا بقالي 13 سنه في السوق، اول مره اعرف ان الصحفي ده اصلا ممكن يفيد شركات البروكر او شركات الديفلوبر. محدش عارف لحد دلوقتي الكلام ده، اقسم والله انا اول معلومه دي والله ما حد عارف الكلام ده. طب ممكن تساعدني؟ شرف ليا. انا بتكلم بجد والله. انا ما اعرفش انا بقول لك ما حدش عارف الكلام ده. انت شغال معاك صحفي، وصحفي ده قول له انا عايزك تبقى ماسك البي ار بتاعي، والمطلوب منك تعملي واحد انت ده مش تنزلني في مواقع اخباريه، لا، مطلوب مني علاقاتك. انا عايز استغل علاقاتك تدخلني المكان الفلاني والمؤسسه الفلانيه والشركه الفلانيه وقعدني مع رئيس مجلس ادارتها. طب اقول لك على حاجه حصلت من زمان والله بجد عملتها. بص، دي حاجه انا عملتها من زمان وانا صغير كده، قبل يعني بعد ما والدي ووالدتي توفوا الله يرحمهم. هم توفوا في سنه واحده يعتبر يعني، مرحبا. وانا كنت لسه صغير 21 22 سنه حاجه كده يعني. كانت ساعتها الدنيا معايا بايظه خالص، وانا خدت دروب على دماغي يعني، فانا اضطريت ان انا اشتغل كل حاجه. يعني انا عايز اشتغل اي حاجه ساعتها، وكنت ساعتها في ميجا اف ام، فسبت الميديا خالص عشان الميجا اف ام او الميديا كانت لسه الامور بتاعتها مش قوي يعني. فسبت الموضوع وقررت ان انا اشتغل في شركه سياحه. رحت شركه السياحه، هتشتغل ايه؟ قال لي طب بص، هو انت عشان لسه بتفهم في السياحه فانت هتشتغل مندوب شركه السياحه. قلت له ما عنديش مشكله، انا عايز افهم الموضوع ماشي ازاي ودنيته ماشيه ازاي. خدت نفسي معزز مكرم وخدت الملف بتاعي في ايديا، والله العظيم ده حصل. كان عندي كوتة عمره، فرحت المصانع في 6 اكتوبر، منطقه اسمها منطقه ال 300 في 6 اكتوبر. فرحت اتفرج، فلقيت في مكانين هناك، ده كان بريل وقدام منه اريال حاجه كده يعني. فدخلت المكانين، قعدت هناك مع الماركتنج، محتاج اعمل كذا 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 واحط العروض بتاعتي هنا. قال لي لا والله احنا متفقين مع العروض بتاعتنا اللي موجوده ومخلصينها ومخلصين كل حاجه. فقلت له طب ما تديني العروض. قال لي العروض موجوده اهي. فانا دخلت اتفرجت على العروض، لقيت العروض بنفس الارقام بتاعتي وكلها قريبه مني، بس هو مزود في الطيران المصري، وكان مزود رقم كبير، ومزود شويه هامش ربح في كذا حاجه. خدت نفس العرض، رحت شركه اسمها شركه سما للطيران دي في اسكندريه، واتفقت معاهم على عرض بالنسبه لنا كان توفير محترم جدا، رقم كبير يعني الحمد لله. ودخلت، وبعد كده عملت الرقم. بعد ما خلصت الرقم رحت للشركه تاني، قلت لهم مساء الخير ومساء النور، انا بس اللي هتخدمني في حاجه، انا هديك 10% عندك، بس ممكن تحط معلش الاعلان بتاعي قصاد الاعلان التاني. بقى نفس الشركه بالملي، بنفس الفندق بالملي، بنفس كل حاجه، بس فرق سما للطيران ومصر للطيران، وجايب لهم كده كده اوريدي عربيات بتتحرك من التحرير لاسكندريه هناك، تطلع من سما للطيران. انا عايز اقول لك انا عملت كم ارقام من الموضوع ده، بقت الشركتين بيضربوا في بعض. طب الشركه هنا او المصنع هنا والمصنع هنا، ودي كانت فكره ملهاش دعوه باي حاجه، انا حبيت ان اوفر حاجه للعميل، وانا كده كده اوريدي هكسب. فانت سهل جدا تحط مجموعه افكار قد كده وتعرف تكسب وتكسب تستثمر في العقارات. ايه؟ تستثمر في العقارات، شاري عقارات يعني ولا ما بتشتريش؟ شاري بس ما بس يعني كاستثمار لا، يعني شاري لي انا كطاهر تمام مفيش مشكله. ما بتستثمرش في العقارات؟ لسه ما دخلتش المرحله دي، ولو انا هخش استثمار مش هخش استثمار في العادي. يعني نفسك تبقى مطور مثلا؟ سواء على الله. لا بجد انا عايز اعرف ايه طموحاتك، يعني بما انك انت دخلت بتتحسس القطاع العقاري وبتعمل لهم سبونسرز. بص، هو طبيعي فكره ان انت عايز تطور من ذاتك، ده طبيعي، وطبيعي ان انت راجل مذيع في المجال ده طبيعي برضو، بس فكره ان انت كل شويه لازم تطور من نفسك، واكيد دي حاجه مشروعه ان انا ممكن في يوم من الايام ابقى مطور عقاري، وبس اهم حاجه بالنسبه لي السمعه والاسم والثقه. دي اهم حاجه بالنسبه لي. وفي نقطه كمان انا عرفتها يعني عجبتني قوي في مطور عقاري، وهذكر لك اسمه،
يا ريت والله، عشان انت والله. بتهرب من الاسئله هروب لا لا لا, مذيع لا. جامد. مهندس ايهاب العبيدي. مم. ايهاب العبيدي ده رئيس مجلس اداره شركه راين للتطوير العقاري. عارف الراجل ده خد النهارده مشروع، هو بكره حاطط الحديد وبيبني. دي اول بسم الله الرحمن الرحيم تراست ما بينه وما بين اي شركه، او ما بينه وما بين اي عميل قصدي. لا ده غير الاوفرز اللي هو بيعملها يعني مرعب. سيبك من الاوفرز، ده مش بتاعي، المبيعات دي مش بتاعتي. بس انا عشان كراجل مذيع ببص لها في حته تانية، ببص لها ان انا كم تليفونات بتجيلي بعد حلقات كتيره جدا بعملها في عقار مصر، اللي يقول لي طب اشتري من المكان ده ولا ما اشتريش، طب اشتري من الموضوع ده ولا ما اشتريش. ما هنا دي امانه ما بيني وما بين ربنا. لو انا عايز اقلبها كشركه بروكر، انا ممكن اسوح العميل تسويحه زي الزفت واوديه في 60,000 داهيه، وممكن اقول له اللي يجيب لي نسبه اكبر طبعا. بس انا قدام ربنا ده موضوع تاني. ما هو الكلمه بتاعتي دي ملايين بيتفرجوا عليها. فيك شيء لله. الحمد لله، ده اسمه فضل ربي، انا اسمي طاهر اسمه صفه. بس فهي الفكره فكره ان لا، هي دي مسؤوليه على فكره. انا الصراحه يعني استمتعت جدا معاك. ربنا يخليك. عايزك بس تقول لنا كلمتين على بيت كاست لو شفته يعني، وانا عارف ان انت شفته. قول لنا حاجات نقدر نحسن فيها في البرنامج، نقدر لما نطلع معاكم الساحل نكون بالنسبه لكم اضافه وانتوا اضافه لينا. بس قول لي كده يعني محتاجين نعمل ايه. طب هقول لك على حاجه. بيت كاست من البودكاست المحترم جدا. انت عارف ان احنا اتقلدنا يعني، بقى في حاجات كتير عقاريه. بص يعني. بس عادي يعني. ده طبيعي احنا كنا الاول، ده طبيعي في الموضوع. قلت لك يعني انت مش هتطلع اكتر من تامر عاشور. يعني تامر عاشور بقى في مصر كلها دلوقتي. خلينا نتفق ان انت بتعمل شغل كويس ما شاء الله. شرف لي ان اكون النهارده موجود معاكم. بودكاست من اللي بيدي معلومات، وفي نفس الوقت كمان انت بتعمل سبوت كويس جدا على الناس المعروفه في المجال، او الناس اللي في المجال ذات نفسها، القطاع العقاري. اتمنى ان دي نقطه انا عايز اعملها عندي وبعملها عندي، بحاول ان اشتغل عليها عندي بقالي فتره في برنامج عقار مصر عندي، واتمنى كمان انت تعملها عندك، وده هيبقى مهم جدا. حاول توسع رقعه القطاع العقاري شويه. يعني بمعنى طاهر معروف في المجال العقاري، سحارتي معروف في المجال العقاري، كذا اسم من الاسامي المعروفه في المجال العقاري كلهم معروفين في المجال العقاري، كلهم اسامي فوق راسي. بس في المجال العقاري، بره المجال العقاري في المجتمع والكوميونتي الطبيعي هو محدش يعرف حد. طبعا. صح ولا غلط؟ مهم جدا ان الشخصيات اللي جوه القطاع العقاري هي تطلع بره القطاع العقاري وتبقى متشافه ان هم بجد ناس ناجحه بره القطاع العقاري. ممكن نعمل لهم حاجه انا وانت يعني. انت قلت فكره عظيمه يعني، ممكن لو لعبنا عليها وطورناها تبقى جامده جدا. بمعنى ايه؟ انت عايز تعمل بي ار لمثلا، بس في ناس على فكره مشهوره وبتشهر يعني، كريم مأمون مشهور برضو يعني. لا في ناس ما مش كله يعني. مثلا ايهاب بتاع راين هو ما بيظهرش. في ناس ما كانتش بتظهر بقى ابتدوا يشتغلوا على نفسهم ويعملوا بي ار. بس هو مشهور لبره قد ايه؟ دي برضو نسبه مش عارف مين اللي يقيسها ويعملها ازاي. انا استاهل يعني. انا مثلا عايز اقول لك اللي مثلا محمد رزق وبتاع ايفر جرين ده، كذا شركه ديفلوبر لما حبوا يتشهروا للناس اللي بره عملوا زي عبد الله سلام، راحوا مع عمرو اديب. كلامك مظبوط. يعني انا ما بشوفش حاجه ثانيه غير ايه اللي كده. خلى مثلا يعني اسم زي اسم عبد الله سلام هو اسم الناس اللي موجوده بقت بابليك فيجر قوي، عشان بيعملوا قيمه للمجتمع. صح ولا غلط؟ مع ان لو هو رجع خطوتين لورا وما طلعش في شارك ما كانش هيبقى معروف. بالظبط. صح كده ولا غلط؟ صح. بس في نفس الوقت بقى بيعرف يفيد المجتمع كله بحاجات كتير قوي. من ضمن الشاركس كلهم عندهم عقارات على فكره، بس ما حدش بيسترس على العقارات. يعني السويدي عنده، هو بيسترس على حاجه واحده، بيسترس على الشخص اللي قدام وعلى منه. فكره كان عندهم مشاكل يعني عندهم مشاكل اصلا في البرودكت بتاعهم، بس دلوقتي الهاله بقت خلاص انا ممكن اشتري منه عادي. ما هو ده طبيعي. الفكره مش في كده بس، الفكره فكره ان مثلا حد زي يعني احنا قلنا دلوقتي يعني فور اكزامبل مدينه نصر، عبد الله سلام نفسه كشخص هو شخص لو انت بتلاحظ تفاصيل كده معينه هتعرف ان الشخص ده هو ذكي جدا مصروف عليه. صح. مش بس مصروف عليه، ما انا بقول لك لا ما انا بقول لك مش بس مصروف عليه، ده عاش لحد 42 سنه بره مصر. طب خليني بس اقول لك على حاجه، هو جاي من كالتشرز مختلفه. هو مش كده بس، هو الراجل انا ده قعدت معاه 3 مرات على فكره. في تفاصيل كده كتيره انا ابتديت اقراها معاه. انا عملت معاه كذا حلقه، في تفاصيل كتيره انا ابتديت اقراها، لو انت برضه هتلاحظها. اول حاجه هو كل لبسه اسود في اسود. لا هو ما بيلبسش غير ده. ما انا بقول لك كل لبسه اسود في اسود، ما بيلبسش حاجه خالص. دي بالنسبه اصلا لو احنا حابين نتعامل فيها كعلم النفس، هو اوريدي عشان وقته التايم بتاعه. هي على فكره هي دي افكار اوروبيه، ان التايم بتاعي لو انت هتلاحظ 3/4 ايلون ماسك الناس دي كلها هم مش بيركز في لبسه اصلا. كده انت جاي لي باسود وقلت لي البس شورت. بس انا لابس بنطلون جينز. فهي الفكره فكره ان لا في ناس عندها يعني واحد زي عبد الله سلام انا اعرف اخد منه كم معلومات تفيد الشباب مرعبه. طبعا مرعبه. طبعا.
الموضوع بيخش في ليفل تاني خالص بميديا لا وبلقطه هو وشغل. عرف يعمل كده. بيطلع في اماكن كتيره جدا وظهوره محبوب. لما بيمسك المايك فعلا بيدي انفورميشن. عمل زي كورسات، غير الاستراكشر بتاع انا بشتغل مدينه نصر من ساعه ما اتخلقت، يعني من قبل ما هو يمسك اصلا، وانا شغال فيها يعني. احنا عاملين ارقام مرعبه في مدينه نصر قبل ما تبقى مدينه ما نصر. شاء الله. طبعا يعني قلت له في لقاء كده ان هو بيكبر الناس على الناس الصغيره، عمل فلات للكوميشن. يعني بصراحه الراجل بيسمع وبينفذ. بص هو بصراحه ربنا يعني انا قلت لك انا خدت منه في كذا مره معلومه للشباب. لقيته افكاره حلوه جدا. بحب الناس اللي عندها افكار حلوه قوي. شوف ممكن نطور ايه تاني غير ان احنا نخرج الموضوع من العقاري نروح لحته تانية او نخلي الناس كلها. حاول تاخد اقول لك على حاجه. اعمل حلقات مع سيلز. نفسك تعمل ايه؟ تدخل المجال عشان تعمل فلوس، صح؟ طب انت اللي انت بتكسبه بمقابل ايه؟ وشايف ممكن تطور نفسك ازاي؟ اقول لك على حاجه ثالثه كمان. انت ممكن تجيب ناس اصلا لتطوير الذات تقعد تتكلم معاها وتخلي كل واحد يقدر يطلع لك معلومه. فكره نحطها في الحسبان ونشتغل عليها وان شاء الله فاهم انت نطور. ازاي؟ انت ما شاء الله مشاهداتك حلوه جدا، دنيتك ما شاء الله كويسه جدا في القطاع العقاري. انت خلينا لا نقول ان ولسه انت هنعلى بالمهرجان اما نشوف لا المهرجان بص ده المهرجان هجيب ده اوكا وتيجا ولا لا. لا المهرجان ده ليه تفاصيل تانية. انا هقول لك على حاجه. انت شايف انت بتتكلم في القطاع العقاري بس، صح؟ دوري معاك انا بقى في الحته اللي هناك دي ان الشهرين شاء الله الجايين يعني هنعرف نعمل الكلام ان شاء ده الله. لا ده مش بس هخليك كده، انا هخلي ناس تتكلم في القطاع العقاري هم ممثلين وفنانين. هنعرف نعملها يعني. طبعا. طب انا ايدي على كتفك، انت تمسك مايك بقى هخلي ناس لا انا هخلي لك ناس على فكره من اكتر الحاجات المتعبه ان انا محضر نفسي ومهيئ نفسي ان انا قدام الكاميرا. الناس فاكره ان الموضوع بسيط، لا بجد. وببقى يعني لان الضيف انت مذيع وعارف، بس انا كل الضيوف اللي كانوا مجهدين بمعنى ان هو عايزني انا اجيب اخري في وجود ظهوره. صح. يعني هو دايما بيبقى فاكر ان انا بعمل كل حاجه بايدي وانا اصلا ما بعملش. وانت عارف ده ان في ناس ورا الكاميرا اصلا وانا بتكلم معاك على الله. انا دايما ببقى هم محضرين لي كام سؤال، بس انا بخش كده ببقى حاسس ان هي قعدت على القهوه. وعلى فكره انا اتعرض عليا ان انا استضيف ناس كبار، بس انا كنت عايز ابقى مؤهل اكتر، لان انا ما بحبش الموضوع يخش في رسميات زي يبقى مذيع ومستضيف حد واكلمه منمق والايديولوجيه والجيوسياسيه لا انا عايز كده، لان انا عايز اوصل للناس اللي هي بتشوفني رول موديل. بص هو ده الطبيعي، وده الطبيعي ان انت لازم توصل للجمهور بتاعك كده، وده لوجيك وده طبيعي. انا مشكلتي مثلا مذيع تلفزيون، انا ببقى مضطر ان اجيب ناس مسؤوله. عمري ما هعرف اهزر معاهم هزار عادي. طبعا. يعني السيزون الجديد بتاع البرنامج عندي ان شاء الله هيبتدي الاسبوعين اللي جايين. انا عامل حلقتين يومين ورا بعض، يوم فيهم بودكاست ويوم فيهم بتقلدنا بقى صاحبي. ما لا ده تلفزيون ده شرف ليا يا صاحبي. بس الفكره مش كده. الفكره فكره ان البودكاست هو لازم تبقى الحاجه الفريندلي شويه، والحلقه الثانيه يا اما اوت دور يا اما مع حد مسؤول. فطبيعي انا لازم اجيب حد مسؤول عشان اخد منه قرارات. لازم اكون انا العين الطبيعيه بتاعت القطاع العقاري. طبعا. لو انا دخلتك على الصفحه بتاعتي انت هتلاقي انت ذات نفسك كشركه بروكر، انت عندك شركه بروكر. انت لو قعدت يومين بالظبط على صفحتي انت تلاقي كام ليد جينيريشن مرعب، وهم اللي طالبين ان انا اساعدهم في المعلومات. ايوه عشان انت اندايركت سيلز، يعني انت ما بتبيعش بشكل مباشر. انا بعمل ادز، بعمل اعلان تعالى اشتري كذا. هو بيبقى سألك للنصيحه، ومش بس النصيحه. ده في مصر مره مثلا عميل والله العظيم حلفني باهلي وبامي وباخويا وبابويا والنبي انا هروح اشتري. والله العظيم اتصلت بالشركتين عشان كان عايز يشتري من الشركتين. قلت لهم يا جماعه بعد اذنكم الراجل ده في 1 2 3 الحاجه المظبوطه المحترمه بعد اذنكم 1 2 3. جولدن هاب طاهر لوحده ولا معاه تيم بقى كامل؟ كلمنا عن التيم شويه. لا هو طاهر بمجموعه ناس. يعني طاهر بيطلع فكره، تلاقي فيه بقيه الفريق بيطلع بقيه الافكار للفكره نفسها. احنا عندنا في المكتب كده لما تيجي تنورنا ان شاء الله في مكتب كده احنا عاملينه بحوث تسويق. احنا كل فكره بنطلعها مجنونه شويه نقعد نتكلم فيها ونرغي فيها شويه. طبعا يعني عندي دينا ابو العلا طبعا مذيعه كمان، غير ان هي موجوده اصلا معايا طبعا وهي الجي ام الشركه معانا. دينا من الناس المحترمه اتعرفت بيها طبعا. وحد مش اكتف بس لا ما شاء الله عليها، يعني بتعمل 50,000 حاجه في نفس الوقت، غير ان هي مذيعه تقريبا عامله برضو في مهرجان. طبعا هي عندها برنامج بوابه الاستثمار اللي نازل برضو كمان في اول 7. ده خاص كمان بالشغل بتاعنا برضو اللي موجود هناك، وكل الشغل موجود معاها هناك. تبقى منافسه يعني. بص فكره ان هي منافسه انا بقيتش ببعد عن فكره المنافسه. انا الموضوع مش منافسه خالص. الموضوع فكره موضوع فكره ان هو انت بتطلع ناس. ايه المشكله ان هي تشتغل وهي اصلا اوريدي مذيعه معروفه؟
انت وصلك. فدينا حد اكتف جدا، بتعمل 50,000 حاجه زي ما قلت لك، بتجمع ده وبتجمع ده، السوشيال ميديا بتشتغل فيها، الافكار بتطلع فيها، بتتابع حاجات انا ذات نفسي بتقع مني بلاوي سودا. ده حقيقي والله. ده دينا لوحدها. عندي ناديه طبعا من الناس المحترمه جدا والناس الماركتنج والتسويق شاطره جدا جدا. ناديه دي اللي هي كانت بتكتب العقد صح؟ بالظبط، اديك قلت بتعمل كل حاجه، فاهم انت ازاي؟ فلا ناديه ما شاء الله عليها، الناس شاطره قوي قوي قوي، اللي بتتحرك برضو في كل حته وبتسافر وبتروح، وهتلاقيها شغاله في التنظيم زي دينا زي طاهر كلنا. حتى كمان يعني عندي ولد اسمه عمر عاطف، ده هو مونتير ومصور وارت دايركتور وبيعمل اي حاجه في المكتب لو عايز يعملها. هي دي رجالتك يعني؟ بص يعني دول بيشتغلوا معاك من ذا بيست ولا ضمتهم جديد؟ عشان يعني دول قدام. عمر لوحده هو عمر عنده 28 سنه، عمر بقاله من هو عنده 17 سنه وشغال معايا. ده انت محتكره بقى، ما يعني ابني يعني، فاهم انت ازاي؟ فانت عندك شخصيات محترمه جدا طبعا بدون ذكر اسماء يعني، تمام يعني. عندك مثلا اللي هو احمد الحفناوي ده شركه بلاتينيوم وشركه يعني سيستر كامباني لينا، بس الراجل عايز اقول لك هو سايب شركته وبيشتغل وقاعد معايا. فاهم انت؟ احنا كله عايز ينجح المهرجان، مش مهرجان بس، كل شغلك كل حاجه. فاهم انت ازاي؟ احنا كلنا عندنا يعني دول اخواتك واصحاب الشركه وكل حاجه، بنكسب مع بعض، بننجح مع بعض، بنكبر مع بعض، بنكبر بعض، بنكمل بعض، كل حاجه عندي متاحه. انا ما عنديش فكره الاحتكار، عشان تبقى وصلك بس المعلومه دي نقطه مهمه جدا. فكره مش انا المذيع وانا الاوحد، لا خالص على فكره. يعني وراك جيش بقى، هو كله بيكمل بعضه. يعني انا النهارده كطاهر مثلا مذيع في برنامج عقار مصر، هتلاقي دينا اللي هي المذيعه بتاعت برنامج بوابه الاستثمار هي اول واحده مديره التحرير او رئيسه التحرير فيه. طاهر نفس الكلام عندها. يعني وهتلاقي ناديه، وهتلاقي الباقي كله ورا منها، وهتلاقي الباقي كله ورا مني، كلنا بنكمل حاله بعض. جميله جدا. فكره ان انت تطلع ببروجكت ولازم تنجحه، يعني طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا، بس لازم تنجحه وتكون واثق ان انت معاك رجاله بتفوت في الصخر وبيقعدوا معاك لحد الساعه 12 و1 و2 و3 وساعات بيباتوا في المكتب. والله ده بجد يعني، ممكن يجوا من الساعه 11 الصبح والله ويمشوا 4 الفجر. ده بجد. ده نقدم لهم ثانكس ونقول لهم لا يعني انا بشكرهم، اصحاب الشركه. انا معايا رجاله يعني. ما بص، انا ما بقولش بصراحه ان البنات اللي عندي او السيدات اللي عندي، لا خالص، ان هم بنات، هم رجاله تعرف تتك عليهم حلو قوي. طاهر انت وعدتني ان احنا نبقى مع بعض في بيت كاست في العالمين، صح؟ طبعا. هو خلينا نتفق ان ده شرف ليا طبعا، انت تبقى موجود معانا هناك، وان شاء الله 60 يوم انت تبقى موجود معايا هناك كبيت كاست بناس من القطاع العقاري وبره القطاع العقاري. استنونا ببيت كاست في الساحل الشمالي في مهرجان العالمين نورث سكوير. استنونا. ستوب جديد، ستيب إليت، ستيب إليت. عادي كده بقى من الاول. نخش نعمل لقطه في المجال ده، سهله مش حكايه مش روايه، تعبنا زميلي بس لسه مش كفايه، صعب توصل بس اللقطه في مستوايا، وانت لفستك من البدايه، احنا المجال مجالنا، تشوفنا بس حتى في المجله واجهه وعارفين مقامنا، عاملين حساب مجالنا، مش فاضيلك للكلام ده ومش بطيئك مش بجاملك، فكك من املنا بكره لا مفيش مكالمه. ويت معايا بالك دي